ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال ده؟ شايفين الكمية دي؟ انا عملتها بكيلو دقيق، ومش بس كده، عملتها كمان بمية، مش بلبن حليب ولا بلبن راي. مين يصدق انها تطلع بالجمال ده؟ بجد تحفة. عملتها بقى مكونات بسيطة جدا وموجودة في اي بيت، وشايفينها قد ايه طالعه هشه وطريه جدا وخفيفه جدا في ايديا، واخده لون حلو قوي من تحت ومن فوق. وشايفين قلبها قد ايه هاشش ومش تقيله ولا مكتومه. بجد تحفه ولازم تجربوها، وهستنى رايكم في التعليقات. وقبل ما ندخل نشوف الطريقه، متنسوش دعميني باللايك والاشتراك. اول حاجه معايا كيلو دقيق، طبعا انا ببقى نخلاه طبعا قبل التصوير عشان ما اطولش عليكم. تمام. بعد كده معايا باكو خميره كامل. تمام يا حبايبي. وبعد كده معايا بايكنج باودر كامل برضو. تمام. وبعد كده معايا 3 معالق كبار من السكر بتاعنا، مش سكر بودر ولا اي حاجه. 3 معالق سمسم. تمام يا حبايبي. ومعلقه ملح. بس كده. شفتوا لحد كده المكونات بسيطه ازاي وسهله. وهنقلب كل الحاجات الجافه دي في قلب الدقيق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. تمام يا حبايبي. بصوا بقى الخطوه اللي جايه، انا معايا اول كوب من الميه، ميه دافيه عشان طبعا في خميره في الدقيق. ونزلت ومعايا معلقتين من الخل. تمام. وهنقلب كده اول نص كوبايه من الميه اللي انا نزلت بيها، ومعاها المعلقتين الخل كده. ما بنزلش بكميه الميه كلها عشان خاطر نقدر نتحكم في العجينه. تمام. ونزلت كده ببقيه كوبايه الميه اللي معانا كده. انا نزلت باول كوبايه من الميه. تمام يا حبايبي، خليكم مركزين معايا كده وتمشوا معايا خطوه بخطوه عشان تقدروا تعملوا احلى قرص على طريقتي. الطريقه البسيطه الجميله اللي انا واثقه ان اي حد هيشوف الفيديو ده هيجرب طريقه القرص دي وبجد هتعجبه. بس ما تنسونوش بدعوه حلوه من قلبكم. تمام يا حبايبي. وهنفضل بقى نعجن بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. شايفين شكل العجينه لسه ناشفه ازاي؟ ما طرتش معايا ولا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. وانا كده معايا تاني مج زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلت بحبه صغيرين قوي من تاني مج. تمام. المهم اي كميه ميه احنا ما بنستخدمهاش كلها. تمام. هنزل كمان بشويه، كل ما تلاقي ان العجينه محتاجه معاكي ميه انزلي شويه بشويه، بلاش تنزلي ميه كتير. تمام. بس كده. شايفين شكل العجينه عامله ازاي؟ انا كمان هنا انا شايفه كده القوام بتاعها كويس قوي. تمام. في الخطوه دي يعني يا دوبك اخدت معايا كوبايه وربع من الميه، وبعدين هترجع على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. تمام يا حبايبي. انا هنا ما نخليش العجينه طريه قوي بنسبه 100% عشان خاطر الخطوه دي. ايه هي الخطوه دي؟ ان انا هضيف علبه زبادي بلدي عاديه خالص. هنضيفها بقى على بقيه العجينه كده عشان خاطر نطريها وتدي طعم وريحه حلوه قوي للقرص. شفتوا القرص بتاعتنا سهله ازاي؟ وشفتوا الزبدية طرت العجينه ازاي؟ وبعد كده حبايبي معايا نص كوبايه من السمنه. اي نوع سمنه انتي بتحبي تستخدميه. هنبدأ بقى كده نسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ بقى يا حبايبي نعجن السمنة في قلب العجين زي ما حضراتكم شايفين كده. انتي ممكن تحسي وانتي بتعجني السمنة في قلب العجينة بتبقى طرية وتحسي ان العجينة معاكي طرية. لا، انتي كل ما هتعجني كل ما بتوصلي لقوام العجينة اللي حضراتكم شايفين ده. شايفين شكل العجينة بعد ما شربتها من السمنة؟ بعد كده هنسيبها بقى تخمر. مش بتاخد وقت عشان فيها خميرة وبودر. وكده يا حبايبي العجينة بتاعتنا بعد نص ساعة بالظبط وبقت شكلها بالشكل ده. شايفينها خمرت ازاي قدامكم؟ بس كده. وبعد كده يا حبايبي هنبدأ بقى. بص انا بقطع شكل القرص ازاي بطريقة سهلة جدا. باخد حتة عجينة كده في ايدينا وبكبشة ايديا كده وبطلعها ما بين صوابعي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. اظن مفيش اسهل من كده تقطيع. تمام. بس كده نفضل بقى نكمل بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفين ده لحد ما بقى يا حبايبي نخلص الكمية اللي معانا. شايفين الشكل؟ وعلى فكرة الكيلو دي عامل معايا كمية حلوة قوي. وبعد كده انا معايا صينية مش دهنها اي حاجة. ليه؟ لان الصينية دي مش بيلزق فيها اي حاجة. تمام. وبعد ما قطعت القرص معانا بالشكل ده وسيبتها استريحت ل10 دقايق هنفضل نفردها بالشكل ده كده في قلب الصينيه. شايفين شكل القرص بتتفرد بكل سهوله ازاي؟ عشان العجينه مخدومه كويس قوي ومكوناتها مظبوطه جدا. يعني تعمليها وانتي واثقه منها ان هي هتطلع معاكي ان شاء الله ناجحه. شايفين شكل العجينه قد ايه طريه وبتتفرد بكل سهوله؟
بس كده هنرجع بقى نخلص الكمية. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت اول صينية معانا هنسيبها تخمر وهنغطيها باي قماشة عندنا وهنسيبها تخمر لتاني مرة. ركزوا قوي معايا في الحتة دي. وكده يا حبايبي بعد اول صينية ما خمرت معانا اللي انا موريها لكم، شايفين شكل القرص؟ ويلا بينا ندخل اول صينية الفرن. وكده بعد ما طلعتها من الفرن شايفين طلع قد ايه حلوه وقد ايه هي طالعه عاليه. وعايزه اقول لكم حاجه، بصوا بقى، اول ما بنطلع القرص بتاعتنا وهي لسه طالعه من الفرن كده وهي سخنه تبخيها بخه ميه وهي لسه طالعه، وبعد كده تغطيها لمده 5 دقايق. بتفرق في شكل القرص بكتير. شايفين يا حبايبي من كيلو واحد دقيق عملت كميه قد ايه؟ شايفين شكل القرص طالع حلوه ازاي؟ وما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك وبألف هنا.